اهلا وسهلا بيكم وفيديو جديد من everyday home food. سألت سؤال عمر ما كان يخطر في بالي ان انا اتسأله: ازاي بحمر البطاطس؟ النهارده هحمر لكم البطاطس ونعملها سندوتشات سوري. طبعا البطاطس بتاعتي قشرتها وغسلتها، وبعدين هقطعها بالقطاعة دي. طلع البطاطس بتاعتي شكلها لطيف، وكمان سعر القطاعة دي بسيط جدا. هبدأ ان انا اقطع البطاطس بتاعتي بسمك متوسط، مش عايزاها ولا رفيعة ولا سميكة. اخلص الكمية بتاعتي تقريبا بنفس الحجم، حتى لو البطاطساية كبيرة بقطعها حلقات كده بنفس الطريقة. خلص الكمية بتاعتي كلها بالشكل ده. نروح بقى على النار. الزيت بتاعي بارد، لسه مشغلتش عليه النار. هنزل بالبطاطس بتاعتي كلها. هتشوفوا ان البطاطس كتير في الاول، بس لا، هي مش كتير. اسويها كده في الصينية بتاعتي او في الطاسة ايا كان، اشغل عليها النار واغطي. هيبدأ الزيت يسخن معايا والبطاطس طبعا هتقل. مجرد ما البطاطس بتاعتي تبدأ ان هي تعمل كفر كده وتتحمر لون خفيف جدا، هطفي عليها النار واسيب البطاطس، مش هطلعها. كده الزيت درجة حرارته هديت. هبدأ اشغل تاني بقى. هو دوت اللي بيخليها مقرمشة وبيديلها الشكل دوت. الشكل ده طبعا لازم البطاطس تكون بتاعت تحمير ونوعها كويس. هطلع البطاطس بتاعتي بعد ما تتحمر تحميرة كويسة في مصفى علشان تصفي كل زيوت زيادة بالشكل ده كده. وبعدين نرشلها شوية ملح. نروح نعمل السندوتشات بتاعتنا. العيش بتاعي انا شارياه. حط التومية، حط الخيار المخلل، نحط جبنة البرجر، ونحط البطاطس كمية اللي نحبها بالشكل ده كده. نوزعها عشان الساندوتش بتاعنا يبقى متساوي، ونقفل الساندوتش. موضوع سهل وبسيط، والولاد بيحبوا الاكلات دي جدا. كمان مش مكلف خالص خالص، يعني انتي لو حسبتيها هتجيبي عدد الساندوتشات اللي هنعمله دوت، هتلاقيكي هتصرفي كتير جدا. لكن لو عملتيها في البيت مش هتكلفك اي حاجة. نفس الطريقة ممكن كمان من غير جبنة، وممكن نحط جبنة موتزاريلا، تبقى حلوة قوي. بس لو بردت خلاص كده ما تبقاش لطيفة. نقفل الساندوتش بنفس الطريقة. نخلص الكمية بتاعتنا كلها نفس الطريقة كده. والبطاطس ونقفل ونروح بقى على الجريل بتاعنا. نرص السندوتشات بتاعتنا في الجريل. وزي ما قلت لكم السوريين عندهم حاجة كده بيتقلوا بيها على السندوتشات، انا ما عنديش طبعا. فهحط حلة فيها مية، ومجرد ما السندوتشات بتاعتي تاخد لون من الجنب الاول هقلبها على الجنب التاني، واحط الحلة بتاعتي برضو. ومجرد ما تاخد لون من الجنب التاني خلاص كده تمام، جاهزة معايا. ده شكل السندوتشات بتاعتنا، كمية محترمة. وده شكلها النهائي. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب.